الرجاء آه، انا اللي يمكن نقول الملخص ديال المقابله ككل، حيت ممكن نفصلوا فيها في المقابله، ولكن نقدر نقول بانه الرجاء الى بقاو بهذا الشكل اكيد غيتحسنوا. المستوى ديالهم سيتطور. الى بقاو بهذا الشكل المستوى ديالهم زاد من المرشح. بيان سور. يلعبوا مزيان، يلعبوا مزيان، يلعبوا مزيان، لعبوا خير من العام اللي فات. كاين تحسن. ما غنهضرش على غانا، حيت غانا كما كان غانا تبقى مزيانه مع الفرق الاخرى كي غتكون الله اعلم، ولكن الفريق تيدور مزيان، معنى تيدور مزيان تيدوروا مزيانين. ما عمرني هضرت عليهم بهذا الشكل هكايا، تيدوروا مزيان، وعندهم واحد الميزه يمكن ديال المدرب، يمكن ميزه عطيها للمدرب، انهم الا قلبتي غير في 10 دقائق شحال من قذفه للمرمى حسبهم. كاين اللي ما دارش قذفه وحده في مباراه كامله، كانوا تيقذفوا للمرمى، وهذا الشيء ما تيجي غير هكا، ماشي غير رشقات ليهم، لا، مبني على انه القذف للمرمى شي حاجه اللي هي من الاساسيات ديال الكره العصريه الان. لاحظتي النفاتي تيقذف، سميتو هذا الاخر بوزو، شكون اخر الزرهوني، لا، عندهم فريق وعندهم خط امامي مزيان، يتحركوا مزيان، وتيمكنوا يوفقوا ما بين اللعب الجماعي واللعب الفردي. فريق تحرك الوسط الميدان الخفيف. صراحه انا الرجاء عجبوني، حيت ما تنشوف الرجاء اللي غير البطوله، مع البطوله يربحوا البطوله ولا ما يربحوهاش بيناتنا حنا ماشي مشكل، ولكني تنرفد الهم من دابا الان الرجاء في غاتجي عاوتاني الى ملي غتجي الاهلي ولا غتجي الترجي ولا غتجي سان داونز، خاصني يكون عندي فريق مغربي اللي غنقول اييه، ماشي غاتجي شاد داك الخلعه. واش لا، الا استمر بهذا الشكل هكايا فرقه مزيانه. الزرهوني غيكون حيد 1-2 كيلو 3 كيلو من الوزن ديالو، هذه اكيد باين، ولا عادي ولا زرهوني ديال بصح. خاص حاجه وحده ما داروهاش في هذه المقابله، هو داك ديال انه انا ما لعبوا الكره ديال ماشي اللي قاصنا تحت، خاص تحيد. اذا تحيدات فريق يدور مزيان، مدافع مزيان، هذاك العبري اللي صار مزيان ديال مزيان، هذا بوركسو ياك وفليمن مزيان، فرقه تدور مزيان صحيح، يدوروا مزيان لعبوا. انا يعني بغيت نبقى نقول بانهم لا، الاهداف كي تيسجلوهم مخدومين. الهدف الاول جميل، باسون غوتخي لا مخدومين، لا تيخدموا ما الانسان عند الانسان ما يقول. كاين كيبان لك سي سعيد استمراريه رغم تغيير المدرب، كيبان استمراريه، فرقه مستمره من المدرب. شوف انا ما نحيش المدرب عاوتاني نقول لك لا المدرب، ولكن الفرقه بانت لي بان زادت واحد شويه على المستوى ديال العام اللي فات. نعم، وهذا الشيء راه سي سعيد راه كيرجع ربما للحفاظ على عناصر هي معلومات الماضي. شنو الفرقه كامله بديل العام اللي فات، شكون اللي تزاد؟ قدم لي ما كاينش، لا شكون اللي تزاد؟ هادشي اللي كاين كلهم ولا سميتو. يعني الاستقرار والحفاظ على التركيبه البشريه كيلعب دور كبير في التطور ديال المستوى. انا تنهضر على المدرب، فبالكم فرقه فبالكم فرقه. اذا فريق تيدور مزيان، والنتيجه كانت منتظره، التاهل يعني كان بسهوله واداء ونتيجه الفريق ديال الرجاء كان ما تنهضرش على جوج الاهداف، تنهضر على الاداء بصفه عامه. وكان بامكانه حيت رجعت واحد الفتره من الفترات الفرقه فريق حسب راسه بانه ربح المقابله، ولكن لا، يعني اللي مهم داك ال 15 دقيقه الاولانيه قالوا لهذاك الفريق ديال سمارتكس اليوم غتخسروا، حد اليوم من الطموح اليوم غتخسروا، ما عندكمش الامل فينا ما خلاش لهم من بعد ما سجل الهدف الاول ديالو بقى مسيطر على المقابله. شوف الحاجه اللي كاينه اش غنزيد في هذا الشيء هذا؟ لا، ما فيها لا رجاوي ولا ودادي. دابا الناس تيمين ما تنميل الفرقه لعبات مزيان، صافي لعبوا مزيانين، وتنديروا الامور سميتهم تنديروا الشرط الى استمروا وتحسن. ماشي دابا هذا المستوى تديك، ولكن تكون هذا المستوى هذا بدايه الموسم، من بعد ما يلعبوا 6 و7 ديال المباريات، يعني الفرقه يعني مزيان سيساوي، وهذا وقت مناسب ايضا لما غيتعرف فريق الرجاء على الخصوم ديالو في المجموعه. اكيد
غادي يكون لاعب واحد على الاقل واحد 3 ولا 4 ديال المباريات اضافيه في الدوري المغربي، وهذا الشيء ممكن يساعد الفريق ايضا على مستوى تطور المستوى في يعني من لما يوصل يوم المباراه الاولى في دور المجموعات. هذا هو اللي يخلينا نتفائلوا بخصوص يعني المستوى ديال الرجاء في دور المجموعات. عنده الفريق باش يمكن له ماشي غنقول لك الفريق اللي غادي يفوز، عنده فريق باش ينافس. ميزه اخرى في هذه المقابله وانا شفت نتمنى باش يستمر ولما تتحدى دابا على الشامبيونز ليغ، ما تنطقش على البطوله المغرب. البطوله المغرب يلعب بطوله بيناتنا تجيني عاديه هذيك فيها عاوتاني مع ضربه جزاء حيت هي بينالتي واش ما تنظرش لا المباريات اللي غتجينا مع الفرق الافريقيه الاخرى. كاين واحد لاحظتي بان كاين واحد ما يسمى بالتنويع اللاعب بالنسبه للرجاء بالنسبه كيفاش انك تختار الدفاع. اذا لاحظتي بانه تينوعوا ما بين اللعب الفردي، ما بين ذاك الكره اللي تيديروها يمكن هذا الشيء. خليني نقول لك شتي الهدف اللي جيش بالك الثاني بارح داك الطريقه داك التمريره بداك الشكل كيفاش سجلت. الرجاء تيديروها في اليمين وفي اليسار وتيلعبوا حتى في الوسط ويولي عندك اختراقات من اليمين حيت بولكسوت وبالعماري يديروا هذا العمل في اليمين وفي اليسار وعنده في الوسط داك التسريبات في الوسط وعندك القذف من بعيد. هذا الشيء بغات الكره يعني تدير جميع الامور.